إياكي ثم إياكي ثم إياكي وانتي حامل في أول 3 شهور أسمعك تقولي لفرعونك مش طايقة أشم ريحتك. الله، ما طبيعي واحدة حامل وبتتوحم هتبقى مش طايقاه ولا طايقة ريحة أي حاجة ولا طايقة تشم ريحة الأكل ونفسها غمة عليه. أمال حامل إزاي بقى؟ مش طايقة تشمي ريحة مين؟ مش طايقة تشمي نعمة ربنا؟ مش طايقة تشمي بركة عمرنا؟ مش طايقة تشمي حلاوة شمسنا فرعوننا الصغير الكبير؟ والجو عندنا ربيع طول السنة، اديني. لو جوزك اسمه عمرو الغلبان معاكي الشقيان بنتك اسمها حبيبة معروفة. أيوة، يعني ده جدول أسماء نزل جديد يعني عمرو يبقى لازم يجيب حبيبة. طب ما ممكن عمرو يجيب عبد الرحيم، يبقى عبد الرحيم عمرو احتكم الأمر. ومكشوفة ومن قديم الأزل. حبيبة عمرو أفندم. حبيبة عمرو أيوة يا فندم. خلي بالك عمرو هنا مشترك. عمرو هنا مشترك، ممكن تشغل عليه غسالة، ممكن تشغل عليه خلاط، ممكن تشغل عليه شاحن موبايل، ممكن تشغل عليه أي حاجة. عمرو راجل غلبان وبيستحمل. الصفة عايدة عليه وعليكي، حبيبة عمرو وحبيبة عمرو، فلازم انتي تتمتعي بصفات الحبيبة، تكوني طول الوقت مش بس زوجة، لا حبيبة. بلاش بقى ينادوا على بنتك حبيبة عمرو اللي هي حبيبة عمرو، فودانك تطقطق وتفكري ان حبيبة عمرو دي واحدة ست تانية بيحبها. انت بتتكلمي كده ليه يا مارا؟ يعني يا ست الكل عشان دماغك ما تروحش لبعيد. عشان عمرو راجل محترم والشارع كله بيشهد بأدبه وأخلاقه. حبيبة عمرو دي اللي هي بنتك، عشان بس ما انت بتقولي ايه يا ست انت؟ السبب الوحيد انه كتب البنات اعتقد من وجهة نظري الصحيحة الصائبة ان الكاتب لو كان كتب افرحوا يا رجال كانت الناس هتستغرب. كان لازم الناس هتستغرب من امتى احنا بنفرح؟ ما طول عمرنا شقيانين ومعناش غير النكد. طب يعني حرام يعني لو قال افرحوا يا رجال يعني؟ ما هو يعني ليه حرام عليك يعني؟ لان كده كده يا عيني الراجل دايما فرحان وسعيد ومبتسم. والنبي ولا فرحنا ولا شفنا فرح من يوم ما شفنا خلقتك ولا فرحانين. احنا شايلين الهم ومطالع عين ابونا. فرحنا امتى احنا؟ قال افرحوا يا بنات. افرحوا يا بنات لان عارفهم ما بيفرحوش، ما بيفرحوش بالسهل، في بوز ملوش سبب علمي. اهو النبي يا اختي ما بيفرحوش ونكد، ما بيفرحوش وكمان نكد. يعني هما يا ريت ما بيفرحوش وما بيفرحوناش، لا هما الاتنين يعني هما ما بيفرح. ليه يعني ليه عايزة تنكدي على الناس؟ ما تسيب الناس تفرح يعني. مفيش ولا حلا ولا حتة حلويات باسم الراجل، كلها بأسماء ستات. اهو النبي يا اختي احنا مظلومين. يا اما انا يا اما مظلومين. مفيش حلويات مع اننا احنا الحلويات يعني والجمال كله، ولا ايه؟ شيء غريب عجيب. خد عندك أم علي ست. طب ما ام علي جابت علي، ما علي ده راجل وحاجة حلوة كمان يعني. صوابع زينب ست برضه. غزل البنات بنات وست. احنا بقى نحتاج عند غزل البنات ونخليها شعوبات عبد الرحمن. عشان كده انا مش هينفع يعني، لازم يبقى في مساواة في كل حاجة. شعر البنات ست. مهلبية ست. بسبوسة اللي هي دلع ابتسام أو بوسي ست. مفيش حلويات باسم الراجل ليه؟ لا عندنا بقى. لا نقف عند دي. عندنا جيلي، الجيلي ده راجل. اه هو بيطج كده ومشكوك فيه بس راجل يعني على ما اعتقد. في بلح الشام. بلح ده راجل. مفيش اختلاف عليه. يعني احنا كده عندنا، احنا تمام، احنا كده تمام. واحنا عايزين يعني حلويات باسمنا ليه؟ ما احنا حلوين ومزقططين من غير حاجة يعني ليه؟ لا بجد ليه؟ ليه ما يكونش عندنا طبق حلويات اسمه أبو أحمد؟ ابو احمد خدني الكوافير، ابو احمد دفعته كتير، ابو احمد عين لي شوفير، ابو احمد شقته عينيه. ابا احمد باع التليفون، ابا احمد جبت الايفون، ابا احمد. زي أم علي كده. أو صوابع محمد زي صوابع زينب، هي مش أحسن منه في حاجة. عيون محمود. عيون محمود. سهرانة ما بتنامش يا عيني يما، يما هتشليني. طبق كده عيون محمود. حواجب مصطفى. غزل الرجال اشمعنى في غزل البنات ولا غزل البنات؟ هو النبي مالكمش دعوة بحواجبي ولا حواجب مصطفى ولا ما حدش ليه دعوة بحواجبي. سيبوا حواجبي في حالها وكلمي بعيد عني، الله يرضى عليك. بلا غزل الرجال. هنغزل الرجال ليه يعني؟ احنا استغفر الله العظيم ليه يعني ليه؟ غزل الفرعون أو غزل الفرعون، تبقى بقى مساواة بقى. احنا نعمل وقفة بقى، احنا نعمل وقفة واحتجاج واعتصام وكده مش هينفع. وانا راح اخد حبات الضغط بعد ما عملت الحلقة دي. ونسيت اخدها قبل الحلقة. المفروض اعملها ايه؟ اخدها قبل الحلقة، بس انا كنت هاخدها بعد الحلقة عشان نسيت، عشان الضغط معايا بدأ يوطى وهيجيني هبوط.
راح اكل لي طبق ودان ابراهيم واتكلوا على الله.